السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وبأفضل الأحوال. أولا وقبل كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، القضية ديال اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية. القضية ديال اليوم دارت الأحداث ديالها بنواحي مدينة الدار البيضاء، وبالضبط في سنة 2007. واحد السيدة في العمر ديالها تقريبا ديك 40-42 سنة. هاد السيدة هادي عندها واحد البنية. هاد البنت كتقرا في الإعدادي تقريبا ديك 13-14 سنة. هاد السيدة هادي ولدات هاديك البنت في إطار علاقة خارجة عن الزواج، علاقة غير شرعية، ولكن بغات هاديك البنت رغم أن طبيعة كيفاش جات هذيك البنت بأنها علاقة غير شرعية، ولكن هي حباتها تهلات فيها. السيدة كتخدم هنا كتخدم هنا، ساكنة مع واحد الأخت ديالها. هذيك الأخت ديالها مطلقة وحتى هي عندها شي بنات، هما بجوج كاريين. الأخت ديالها خدامة، السيدة حتى هي أم البنت خدامة، ومعاونين على الكرا وعلى الوقت. هذيك البنت كتمشي في الطوبيس، هي الثانوية أو الإعدادية اللي كتقرا فيها قريبة ليهم للدار، ولكن هي في إطار دروس الدعم والتقوية كتمشي عند واحد المعلمة، ولكن كتمشي عندها في الطوبيس. واحد النهار البنت كالعادة سالات الدروس ديالها، خرجت تقريبا مع 4 ديال العشية بحسب ما كتقول الأم ديالها. جات للدار، بدلات الحوايج ديالها، كلات شي حاجة وخرجت. مشات كتسنى في الطوبيس اللي غادي يوصلها عند ديك السيدة، عند ديك المعلمة أو ديك الأستاذة اللي كتزيدهم السوايع أو في إطار دروس الدعم التقوية. هاد البنت وقفات بحال الناس بحسب ما غادي يشهدوا به بعض الناس في المحاضر ديالهم هنا. قال لك اودي البنت واقفه وحنا كاملين كنتسناو الطوبيس. قال لك اسيدي جات واحد الطوموبيل دازت من قدامنا من هنا تقريبا بواحد السرعه منخفضه بطيئه جدا، بعدات على البلاكه ديال الطوبيس بواحد تقريبا 15 متر بحسب ما كيقولوا بعض الناس، ونزلوا جوج ديال الشبان تقريبا في العمر ديالهم ديك 23-24 سنه. جاو خداو هذيك البنت بالقوه، وعلى مرأة وعلى مسمع من الجميع الناس كتشوف، وهما خداو البنت هازين معاهم بعض السكاكين من الحجم الصغير، سكاكين عاديه. قال لك اللي كان السايق هو راجل كبير تقريبا في العمر ديالو بحسب ما كيقولوا هما، قال لك تكون في العمر ديالو ديك 46-48 سنه. هو بقى سايق، وهذوك الولاد نزلوا من اللور خطفوا البنت وداوها. حتى شي حد قال لك ودي ما قدر يتدخل، لان دوك الناس كيتعاونوا بواحد الشراسه، دوك الناس كيهدوا المره. قال لك باينه فيهم الا تقرب منهم شي حد غادي يضربوا. الناس اكتفوا انهم حفظوا الوجوه ديال دوك الناس وحفظوا الملامح ديالهم، كذلك نوع السياره وخداو الماتريكول. هنا تخبروا البوليس، الشرطه في اطار الدوريه في اطار الحمله التمشيطيه تخبروا عن طريق بعض المره. قال لك ودي راه واحد البنت راه تم الاختطاف ديالها دابا تقريبا واحد دقيقه ديال الوقت. شكون خطفها؟ قال لك ودي راه جوج ديال الشبان نزلوا والسيد بقى تما. دونك جميع هاد الاوصاف اللي ذكرنا حتى شي حد فيكم ما سبق ليه شافو؟ قال لك لا، ولكن حنا راه خدينا رقم السياره. حاولوا الناس ديال الشرطه ياخذوا بعض المعلومات من هذوك الناس اللي كانوا حاضرين في المكان، خداو منهم جميع التفاصيل. قال لك ودي راه لما خطفوا البنت راه مشاو بواحد السرعه مفرطه، كذلك كانوا غاديين في واحد الاتجاه معاكس. منين دازو؟ قال لك من هنا. الشرطه في هذيك اللحظه خداو بعض الاقوال ديال بعض الناس تما، شي عناصر تما بقاو في عين المكان، وشي عناصر تعقبوا ديك السياره في الطريق ديالها في هذيك الطريق اللي شقات، ولكن الشرطه ما عثرت حتى على شي حاجه. كيف قلت السياره عندها الماتريكل ديالها هنا لما بوينتاو الشرطه تبين بان ديك السياره في الملكيه ديال واحد الشخص، رجل اللي في العمر ديالو ديك 60 سنه. خداو الشرطه جميع المعطيات حول الهويه ديالو والاسم ديالو والنسب ديالو ورقم التعريف ديالو، العنوان الوارد في بطاقه التعريف ديالو هو من ساكنه الدار البيضاء. التحقوا لمكان السكن ديالو. الناس ديال الشرطه القضائيه جاو للدار ديالو، خرجت الزوجه ديالو السلام عليكم السلام، كاين فلان؟ قالت لهم لا ودي راه ما كاينش. قالوا لا حنا بغينا في اقرب وقت ممكن عطينا رقم التليفون ديالو. هي في هذيك اللحظه قالت لهم ودي انا غادي نتصل به امامكم وغادي نقول ليه راه البوليس كيتسناو فيك في الدار. هنا اش غادي يوقع؟ السيده خدات التليفون دايره مكبر الصوت، الناس ديال البوليس كيسمعوا. قالت ليه الو السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت ليه راه البوليس راه كيسول عليك هنا في الدار. قال ليها راه انا راني عند البوليس، راني في الكوميساريه، راه السياره راه سرقوها ليا من الباركين، راه كذا راه كذا.
إذن السيارة تسرقات ليه ووعد الشرطة. رجعوا للكوميسارية تما لقاو السيد قال لهم اودي انا عندي الطوموبيل ديالي كي داير النوع ديالها، قال لهم كذا كذا، ها الرقم الماتريكي ديالها، تبين بانها هي نفس الماتريكيل ديال السياره ونفس المواصفات اللي تم الاختطاف بهذيك البنت. قالوا ليها ودي منين تسرقات لك هاد السياره؟ قال لهم الباركينغ. وهنا نبغي نشير لواحد النقطه في هاد القضيه بالضبط. غادي توزع المهام بين الشرطه القضائيه، كاين عمليه اختطاف وكذلك كاين عمليه سرقه السياره. بعض العناصر غادي يبحثوا في هذا الاتجاه وبعض العناصر غادي يبحثوا في الاتجاه الاخر. البنت اللي تم الاختطاف ديالها الناس كيقولوا راه باقا صغيره تقريبا في العمر ديالها 13 او 14 او 15 سنه على الاكثر، كترتدي واحد المحفظه وواحد الوزره بيضاء وشنو لابسه وشنو لابسه، عطاوهم جميع الاوصاف ديالها ولكن ما عندهمش الهويه ديالها، ما عرفوش شكون هي وبنت من، بقاو كيبحثوا وما توصلوا حتى شي حاجه. ولكن لما وصلت تقريبا ديك 9 ديال الليل جات واحد السيده. هاد السيده جات للكوميساريه كتقول ودي انا راه عندي واحد البنت. قالت لك اسيدي في العمر ديالها راه تقريبا شي 13 او 14 سنه، وهاد التصويره ديالها، هاد الصوره ديالها جايبه واحد الصوره فوتوغراف في يدها. قالت لهم هي موالفه كتسالي القرايه ديالها من المدرسه، كتجي للدار كتبدل حوايجها وكترجع عند واحد المعلمه واحد الاستاذه. هاد السيده بحسب الاقوال اللي دلات بها كتقول ودي هاد البنت ديالي راه لما كتسالي من المدرسه ديالها كتجي للدار كتاكل شي حاجه وكتبدل الملابس ديالها وكتمشي عند واحد الاستاذه في اطار دروس الدعم والتقويه. البنت كتدخل مع 6 كتخرج مع 8 مع الطريق ومع الطوبيس ومع كذا. تقريبا الا تعطلات كتعطل هذيك نص ساعه او 40 دقيقه، 8 ونص او 48 دقيقه عاد كتدخل البنت للدار. قالت لك اسيدي انا البنت تسنيت هذا الوقت كامل ما رجعتش للدار. قالت لك اسيدي تشنت عليها، هزيت التليفون ديالي واتصلت بهذيك الاستاذه، قلت ليها واش البنت ديالي جات عندك، واش مازال عندك؟ الاستاذه قالت ليها لا 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 البنت ديالك ما جاتش عندي اصلا اليوم كامل. هنا البوليس خداو هذيك الصوره ديالها. البوليس كيف قلت عندهم بعض المعطيات حول هذيك البنت اللي تم الاختطاف ديالها، عندهم بعض المواصفات شنو كانت كترتدي وشحال في العمر ديالها. قالوا ليها لا هاد الصوره هذه شحال عندها ديال الوقت؟ قالت لهم سيدي راه الصوره حديثه تقريبا عندها واحد الشهر ديال الوقت. اذا هاد البنت هذه في العمر ديالها شحال؟ قالت لهم سيدي 13 او 14 سنه. شنو كانت لابسه؟ قالت لهم كانت لابسه وزره ومحفظه وكذا وكذا. قالوا لا 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 شوفي احنا تقريبا راه ميقاد ديك 6 او 6 الا ربع توصلنا بواحد البرقيه ديال ان واحد البنت تم الاختطاف ديالها من البلاكه ديال الطوبيس. واش تقدر تكون البنت ديالك او لا ماشي البنت ديالك الله اعلم. ولكن السيده قالت لهم انا راه بحثت عند العائله، راه ما جيت لعندكم حتى سولت الجيران وسولت صحاباتها وسولت هنا وسولت هنا. بعض الصديقات ديالها كيمشيو مع عند هذيك الاستاذه قالت لك سيدي لا ما جاتش معنا. الشرطه كتذكير متابعينا الكرام انهم في مثل هذه الحالات ديال الاختفاء او الاختطاف او ما شابه ذلك، الشرطه او الدرك الملكي كيقوموا بعض الاجراءات اللي هي اجراءات اعتياديه، من بينها انهم كيشوفوا هذه البنت هذه واش كاينه عند الناس ديال المستشفى قسم المستعجلات، لربما هذه البنت طرا لها شي مشكل او تصابت بشي مكروه وتم النقل ديالها للمستشفى، او هذه البنت هذه تسجلات بالاسم ديال شي حادثه السير. كذلك الناس ديال الحراسه النظريه. ولكن هذه البنت بحسب المصالح اللي كترد كتقول ودي هذه البنت ما عندناش ما تم تسجيل حتى شي بنت في المستشفى او مصلحه حوادث السير ولا كذلك حتى الناس ديال الحراسه النظريه. اذا هذه البنت هذه فين مشات؟ واش نقدروا نقولوا باللي هي اللي تم الاختطاف ديالها بناء على الاوصاف اللي دلاو بها بعض الناس تم والاوصاف اللي عطات الام ديال هذه البنت، كذلك الصوره المرفوقه بالمحضر ديالها احتمال كبير تكون انها هي ديك البنت ديالها. بناء على ذلك الشرطه بداو كيبحثوا في هذه القضيه كأن هذه البنت هي اللي تم الاختطاف ديالها. قالوا لها واش كتشكي في شي حد؟ قالت لهم لا سيدي. شكون كيعيش معك انت؟ قالت لهم عايشه انا والبنت ديالي هذه اللي اختفات، وعايشه مع الاخت ديالي اللي مطلقه وحتى هي عندها شي وليدات وكاريين حنا بجوج. انت ما مزوجاش؟ قالت لهم لا سيدي انا ما مزوجاش. ولمحات للشرطه بان هذه البنت هذه راه والده في اطار علاقه غير شرعيه. مع ذلك الناس اللي تكلفوا بالبحث في هذيك القضيه ديال سرقه السياره بحثوا مع داك السيد قال لهم ودي انا ما كنشك في حتى شي حد، انا الطوموبيل ديالي كنت كنقضي واحد الغرض في واحد المصلحه، خرجت كنلقى السياره ديالي تسرقات. سولت هذاك السيد هذاك الاساس ديال الباركينغ قال لك ودي انا شفت السياره داك. ولكن لما مشاو مع الشرطه هذاك العساس اللي تما قال لهم ودي شوف
واحد الطوموبيل بالفعل ها من نوع كذا وكذا، ولكن ما عقلش على الماتريكل ديالها، السياره باللون ديالها النوع ديالها. قال لهم انا مشغول مع شي ناس هي بعيده عليا تقريبا بواحد المسافه ديال 50 متر. قال لهم ديمارات بواحد السرعه مفرطه ومشات في ذاك الاتجاه. انا قلت هذا ربما شي واحد سلت ما عندوش باش يخلص او كذا او كذا، ولكن راه ما شفتش شكون فيها او شكون سرقها مزيان. تما في هذه السنه هذه اللي وقعت فيها هذه الجريمه هذه في سنه 2007 ما كاينش الكاميرات قلال كيداروا في بعض المؤسسات او في المصالح ديال الابناك، ولكن كانوا قلال والثمن ديالهم باهظ. ما كاينش كاميرات تما في هذاك الباركينغ، ولكن على الاقل تبين بان هاد الناس اللي سرقوا الطوموبيلات السيد هما اللي اختطفوا البنت. ولكن شكون هما الله اعلم. السيده ام البنت اللي تم الاختطاف ديالها كتقول ودي انا ما كنشك حتى في شي حد. قالت لك سيدي انا ما يمكنش نعت في شي حد ونقول راه سرق لي بنتي او اختطفها او كذا او كذا. على اي البحث والتحريات في هذه القضيه كان محدود بناء على الاقوال، حتى السيده ما حاولتش تدلي بشي معلومه او بشي معطى اللي يقدر يفيد ويقدر يحل اللغز ديال هذه القضيه وهذه الخيوط المتشابكه. السيارات سرقات مبنيه على الاختطاف ديال البنت فيها جوج ديال الشبان في مقتبل العمر، فيه واحد السيد اللي كيسوق في العمر ديالو تقريبا 48 او 46 سنه ما تعرفاتش عليه، ما عرفاتش رغم انه قالوا لها راه جوج ديال الاولاد والسيد راه اللي سايق في العمر ديالو ديك شحال في العمر ديالو، ولكن هي قالت لهم لا ما كنعرفوش، ما نقدرش نعاد في شي حد. السؤال اللي كيتطرح في هذه القضيه هذه، هاد الناس هادو اللي خطفوا السياره واش سرقوا السياره، واش سرقوها غير على ود باش يسرقوا ديك البنت، او هما سرقوا السياره في الطريق ديالهم بنت لهم البنت قالوا نسرقوها؟ لان الناس كيقول لك ودي مروا من امامنا في البلاكه ديال الطوبس، قال لك زادوا تقريبا بواحد البطء بواحد السرعه بطيئه واحد المسافه ديال تقريبا 15 متر، وقفوا خرجوا دوك جوج ديال الاولاد وتماو جايين بالاتجاه ديالها، وقفوا على ديك البنت وجروها بصحه بهذا المعنى هذا، ولكن ما تعرفوا شكون هما. على اي بقاو البوليس كيبحثوا، السيده كذلك كتبحث من جهتها، العائله الجيران كيبحثوا هنا وهنا، كيبحثوا على مستوى المدينه، ولكن ما توصلوا حتى شي جديد، والابحاث كانت بدون جدوى. هنا اش غادي يوقع؟ فهاديك الليله بالضبط تقريبا وصلت شي 11 او 11 ونص ديال الليل، هذيك السيده الام ديال البنت اللي تم الاختطاف ديالها جات عند البوليس مره ثانيه، ولكن هذه المره اش كتقول في الاقوال ديالها؟ قالت لهم سيدي انا راه اتصل بيا واحد الرقم، دوا معايا واحد الشاب من خلال الصوت ديالو كيبان بانه باقي صغير تقريبا في العمر ديالو ديك 24 25 سنه. قال لي شوف يا فلانه وسماني بالاسم ديالي كانه كيعرفني. قال لي واش بغيتي البنت ديالك؟ قلت لي بغيت البنت ديالي. قال لها حنا غادي نطلقوا البنت ديالك ولكن تجي لعندنا انتي، ولكن شرطوا عليها واحد الشرط، قالوا ليها البوليس لا، وهدوها في حالات تدخل البوليس في هذه القضيه، هدوها بان المآل غادي يكون مغاير تماما. قالوا ليها حنا البنت غادي نطلقوا السراح ديالها ولكن تجي لعندنا انتي المكان الفلاني. واخا قالت لهم ولكن انا ما عرفتش هذا الولد هذا شكون هو، من خلال الصوت ديالو كيبان بانه كيعرفني ولكن انا ما تعرفتش عليه. قالت لهم سيدي انا بغيتكم ترافقوني وتمشيو معايا، وبالفعل ولكن بحسب ما كتقول هي قالت لهم ودي انا راه هدوني بان البوليس ما يتدخلش، طمنتهم هي بالهضره ديالها. قالت لهم انا ما غاديش نتصل بالبوليس وما يمكنش ندخل البوليس، انا غير بنتي تبقى بخير وعلى خير وكذا وكذا. بان لهم بان السيده باغا غير بنتها، حتى هي ما باغا كاع المشاكل. الناس ديال الشرطه قاموا معها بواحد النظم كامل محكم، قالوا لها شوفي غادي تمشي لعند هاد الناس اللي حدوا معك الموقع. قالت لهم راه حدا المكان الفلاني تما. قالوا لها شوفي حنا غادي نكونوا مراقبينك عن طريق السياره المدنيه، وبالفعل السيده مشات راقبوها الشرطه من بعيد. بحسب ما جا في المسطره الطوموبيل او المكان اللي حدوا معاها كاين في واحد الزنقه، هذيك الزنقه مضيقه، اي انك تدوز منها السياره ولكن ما غاديش تدوز بواحد السرعه مفرطه، ما يمكنش لان الزنقه ضيقه بزاف. وفي هذاك السكان وحي شعبي الشرطه شافوا الطوموبيل فين مبلاصيه، ولكن ما كيبينش لهم شكون فيها او شحال فيها ديال الناس. حاصروا ديك الطوموبيل بعض الاصدقاء تما، بالفعل السيده مشات لعندهم وهما لقاو عليهم القبض. داروا الايقاف ديالهم، هما شحال ديال الناس؟ جوج ديال الشبان، واحد سايق وواحد راكب اللور. شبان تقريبا في العمر ديالهم 25 26 سنه. تبين بانهم هما خوت. قالوا لهم شكون نتوما؟ قال لك ودي احنا
من طرف فلان. شكون فلان؟ لان الناس اللي كانوا حدا البلاكه ديال الطوبيس قال لك اللي كان سايق كان معهم واحد الراجل اللي هو كبير شويه في السن تقريبا، ماشي قدهم، فعمرو تقريبا ديك 48 او 50 سنه. ولكن في هذيك اللحظه الشرطه ما لقاوش معهم داك السيد تما. وحتى البنت اللي كانوا وعدوا السيده وعدوها، قالوا لها ان غادي تجي لعندنا وغادي نطلقوا السراح ديالها، قالوا لها البنت راه ما كايناش معنا هنا. فين هي؟ قالوا لها راه باقا محتجزه. شكون نتوما؟ قال لك اودي حنا معنا واحد السيد. شكون هو هذا السيد؟ قال لك راه هو بويت هذيك البنت اللي تم الاختطاف ديالها. مزيان. البوليس مشاو معاهم قالوا له شوف غادي يتصلوا بداك السيد. قال لك راه ما عندوش التليفون، وهذه كانت شي حاجه مزيانه، ما عندوش التليفون. لربما يكون معهم شي طرف اخر ويخبروه ويقول ليه راه الدراري اللي معاك راه لقاو عليهم القبض، قوم بالفرار شوف فين تمشي. قال لك اودي راه ما عندوش التليفون، حنا اللي عندنا التليفونات. هو راه عاد خرج من الحبس. مزيان. رافقوهم الناس ديال البوليس، لقاو عليهم القبض ومشاو معاهم. وصلوا لعند المكان، في واحد المكان خالي خارج من مدينه الدار البيضاء باتجاه مدينه الجديده. كاين واحد الديبو تما، واحد الديبو ديال من ديال هذوك الاولاد. قال لك سيدي راه العم ديالنا هما كيشريو هادشي ديال لافيراي، وهو استعن بهم لما خرج من السجن. استعن بهم وقال لهم غادي تنفذوا معايا، وانا راه بنتي كذا وانا عاد خرجت من السجن. لما تزادت البنت ديالي انا ما شفتهاش، تقريبا دوزت المده ديال 11 سنه في السجن. البنت ديالي دابا راه تقريبا في العمر ديالها 13 سنه، ما عمري شفتها. هو لعب عليهم، لعب على العواطف ديالهم، تار العاطفه ديالهم، واضطروا انهم ينفذوا مع هذه القضيه. وقالوا ليها ودي حنا غادي ننفذوا معاك، ولكن وعدنا ما غادي يكون حتى شي مشكل. قال لهم ما غادي يكون حتى شي مشكل، انا راه بنتي هذيك. قال لهم انا بغيت نشوف غير البنت ديالي ونشوف الزوجه ديالي. هو كيقول الزوجه ديالي، ما كيسميهاش راه والده مع ديك البنت في اطار علاقه غير شرعيه، لا كيقول الزوجه ديالي. جات عنده البنت، ما اداها من حتى شي حاجه. لما دخلوا البوليس تما لقاو عنده البنت ما مكتفه ما حتى شي حاجه. البنت كتهضر معاه، كيهضر معاها، كتضحك معاه. البنت قالت لك سيدي راه ما ادانيش هذا، راه قال لي انا باباك الاب ديالك. لقاو عليه القبض تم اقتياده مباشره للكوميساريه بعين المكان تابع النفوذ الترابي المختص للشرطه. تما بحثوا معاهم. قال لك ودي انا راني بغيت غير نشوف البنت ديالي. ايوا تشوف البنت ديالك، تشوف السيده ديالك، تسرق السياره ودير كذا ودير كذا. السياره لقاوها تما الحجز ديالها. جا السيد حتى هو بحثوا معاه، قالوا لي ودي شوف لما غادي تقدم هاد السيد العداله غادي نسلموك السياره ديالك. السياره ما وقع ليها حتى شي حاجه، البنت كذلك ما وقعت لها حتى شي حاجه. ولكن هو كيصرح البوليس، قال لهم انا بغيت نشوف بنتي، انا عاد خرجت من السجن. اش من تهمه عنده؟ دوز واحد المده، تحكم 13 سنه او 14 سنه، ودوز منها شي ايامات ديال السجن. دوز مده 11 سنه على وداش؟ على ود السرقه. كانت هذه هي المسطره ديال الحلقه ديال اليوم. شنو هو المستفاد مستمعينا الكرام؟ واش نقول هذا السيد هذا راه دوز واحد المده ديال 11 سنه ودابا راه غادي يتم الاعتقال ديالو وغادي تقدم العداله وغادي تحكم واحد المده ديال 15 سنه؟ كاين ظروف تشديد، تكوين عصابه اجراميه، لان مع جوج ديال ولاد خوتو، السرقه ديال السياره، اختطاف والاحتجاز، رغم انه ما كانش الايذاء وما كانش العنف، ولكن 15 سنه باش غادي تحكموا هاد الناس هما بثلاثه. هذاك السيد نقولوا حنا راه الدوسي ديالو اصلا موسخ بهاد العباره هذه، ولكن هذوك الولاد شنو هو الذنب ديالهم اللي تم التسخير ديالهم؟ اللعب على العقول ديالهم. مستمعينا الكرام، الى هنا غادي نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. كنشكركم بزاف على حسن الاصغاء والمتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في قصه قادمه اخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.